فاضل لنا حاجات كتير. احنا فاضل لنا فورم، وفاضل لنا الانتيتيز والجداول تيبلز، وهنطبق في كده حاجة بسيطة، هنطبق عليها مشروع كده صغير هنطبق بيه. هنيجي في الأول هفتح لكم شير سكرين هوريكم الحاجات اللي هنشرحها في البي دي اف زي ما انتم متعودين. هننزله مع التسجيل، المحاضرة متسجلة وهتنزل على اليوتيوب، والبي دي اف هينزل على الجروب بعد ان شاء الله المحاضرة. احنا النهارده هنشرح المحاضرة الرابعة والثالثة مع بعض عشان الناس اللي عندها امتحانات وكده، فقلنا ناخد اخر محاضرتين مع بعض. كده هنبدأ دلوقتي. دي كانت محتويات المحاضرة الثالثة. قلنا هنشرح فيها الفورمز، وبعد كده هنشرح الانتيتيز، وهنشرح الجداول تيبلز، والبوتونز اللي هي الزراير، وليها 3 انواع زراير. بعد كده هنخش في البي دي اف الاخير اللي هو نهايه الكورس، في شويه نصايح، في مراجع للكورس، في الرود ماب. هوريكم حاجه حلوه جدا، موقع اسمه رود ماب ممكن يساعدكم. وفي برضو هنا دي اللينكات بتاعت المي ديفلوبرز الفريق بتاعنا. وطبعا ان الشهاده هتنزل على صفحه فيسبوك بعد ان شاء الله الكورس، ان شاء الله بعد الكورس، بعد نهايه المحاضره بساعه، ساعه ونص ان شاء الله. هنشتغل دلوقتي، هنبدا من الاول اللي هو فيه. انا مسحت الملف القديم بتاع ال HTML اللي احنا كنا عاملينه ونعمل واحد جديد. احنا قلنا في طريقتين ان احنا نعمل ملف HTML. اول طريقه ان انا بشوف ان الملفات لازم اكون عامل فيو، واروح عامل شو للاكستنشن بتاع الملفات. ليه؟ عشان انا هغير الاكستنشن من تكست مثلا ل HTML. دلوقتي انا هاجي اعمل ملف، هعمل نيو، بعد كده تكست دوكيمنت. زي ما انتم شايفين النيو دوكيمنت، نيو تكست دوكيمنت دوت تكست، انا همسحها كلها، هاخدها كلها اعملها index دوت html. هو بقى هنا بيقول لك عايز تغير، انت فعلا عايز تغير الاكستنشن؟ قول له انا عايز اغير، اروح داخل عليها. دي الصفحه اللي انا المفروض ان انا بتتعرض للاكواد هنا. حلو. انا دلوقتي عايز افتحها كفيجوال ستوديو كود، بعمل رايت كليك، اوبن ويب، بعد كده فيجوال ستوديو كود. دي الطريقه اللي احنا شغالين بيها، او اللي انا بحب اشتغل بيها عشان سهله. في طريقه تانية عشان في ناس كتير مش عارفه تعمل اكستنشن وكلام من ده. في طريقه تانية ان احنا بنيجي عند فايل، بعد كده نيو تكست فايل، نعمل كنترول اس ونسيف الملف في المكان اللي احنا عايزينه، ونروح عاملين هنا index دوت html. هو هنا مش هينفع عشان انا كاتب نفس الاسم، فلازم اكتب مثلا اسم تاني، index 1 مثلا، واعمل سيف، هيسيف في نفس المكان باسم جديد، او index 1 دوت html. فدي الطريقه الثانيه اللي الناس بدات تشتغل بيها بعد ما حوار الاكستنشن كان عامل معاهم مشكله. انا هلغي ده وهنشتغل على index دوت html زي ما كنا فاكرين، اللي هو الدوك تايب html، وبنبدا لازم الاكواد كلها تتكتب جوه ال HTML. دلوقتي انا هعمل الكود بتاع ال HTML، فانا هعمل كده يعمل لي كود جاهز، وهسيبها دوكيومنت عادي، او مثلا ده العنوان الرئيسي، هخليه مثلا HTML5. طب انا دلوقتي لما بعمل كنترول اس، انا عامل مش عاملها اوتو سيف اللي هي عن طريق الفايل، بعد كده بنختار اوتو سيف بدل ما كل شويه نعمل كنترول اس او سيف. لا، انا بخلي كل ما اكتب كود او اعدل في كود الفيجوال ستوديو كود بيحفظه لوحده من غير ما انا اجي جنبه. لو جينا رجعنا هنا وعملنا ريفرش، بصوا كلمه index دوت اتش ام ال لما اعملها ريفرش بقت التايتل HTML5. ده كله اتشرح في اول محاضرتين. هنيجي بقى دلوقتي عايزين ناخد الاكواد. فاضل لنا 3 اكواد او ال3 اجزاء في الاكواد، اللي هي الجداول والانتيتيز والفورم. هنبدا باول حاجه اسمها الانتيتيز. الانتيتيز دي مش بتتحفظ. طب يعني ايه انتيتيز اصلا؟ الانتيتيز دي علامات. بمعنى دلوقتي انا مثلا عايز اكتب علامه الاصغر من، بس الفيجوال ستوديو كود
ما يفهمها كعلامه اصغر من مش ككود، لان انا لو جيت عملت كده بصوا هنا قلبها لون احمر، فكرها كود، وهنا عمل ايرور ان هنا ايرور، وحتى في التكمله اداها ان دي تكمله كود. لا طب انا عايزها مثلا، انا في فعلا مثلا عايز اكتب 12 اصغر من مثلا 13. هو طبعا مش هيفهم الكلام ده، هيفهم ان دي كود. طب انا عايز اكتبها، بصوا بقى هنا بيديك العلامه بتاعتها عشان اكتبها بتتكتب برمز اللي هي علامه الاند، وبعد كده ال تي، وبعد كده سيمي كولن. لو دوست هنا دلوقتي هيفهمها ان دي علامه الاصغر منه. طب يعني ايه ال تي؟ يعني الليفت. تمام، ايه الليفت ولا ودي. لو جينا مثلا دلوقتي عملنا سيف ورجعنا للصفحه، عملت ريفريش اهو، كده 12 اصغر من 13. طب علامه الاكبر من نفس الفكره، لكن انا ما ينفعش اجي اكتب العلامه كمثلا علامه اللي هي اكبر من كده، او اجي اكتب بصوا لخبط الدنيا خالص، او اعملها علامه الاصغر من، او مثلا حتى الكوبي رايت ما اقدرش اجي واحط علامه الكوبي رايت، ممكن هو يعمل لي الكوبي رايت. طب دي بعرفها منين؟ عن طريق موقع اسمه في موقع حلو في المراجع هحطه لكم، اسمه دبليو فري سكول. موقع ممتاز جدا للشرح وكلام من ده. هنا بيقول لك العلامه الاصغر من ليها الشكل بتاعها ال تي جريتر ذان اكبر من جي تي، مش عارف علامه الاند اي ام بي وكلام من ده كله. فانا مثلا عايز علامه الكوبي رايت، فانا هاخدها كوبي علامه، واروح حاططها هنا مثلا مثلا كوبي رايت اوف مي ديفيلوبرز. طب دي بنشوفها فين علامه الكوبي رايت؟ بنلاقيها في الفوتر بتاع اي موقع، بتلاقي تحت حقوق الملكيه، اللي هو دي حقوق الملكيه مثلا بتاع الموقع الفلاني، دي حقوق الملكيه بتاعت التيم الفلاني، وهكذا. لو جيت انا رجعت للصفحه وعملت ريفرش، هتلاقوا هنا علامه الكوبي رايت اهي. لو مثلا ننزلها في سطر لوحدها، نعمل بي اور ونرجع تاني اهو، دي علامه الكوبي رايت. فدي الكوبي رايت اوف مي ديفلوبرز عادي زي ما هي. فدي حاجه اسمها الانتيتيز. الانتيتيز دي مش بتتحفظ، دي علامات احنا لما بنحتاجها بيجي ندور عليها هنا. تمام، فدي اغلب الانتيتيز موجوده على دبليو 3 سكول. وفي هنا برضو اللي هي الماركس والكلام من ده، كل حاجه ليها طريقه بتتكتب بيها، احنا مش بنحفظها. لكن اكتر واحده يعني بنستخدمها من الحاجات دي، طبعا لو كان انتوا بتعملوا موقع بيع اجانب بقى وكلام من ده، ممكن يا اما ده بالسنت او بالباوند، يورو اللي هو اليورو يعني، ين. وبعد كده برضو الكوبي رايت اكتر حاجه احنا بنستخدمها. فدي دول هتلاقيهم اكتر حاجه احنا بنستخدمهم، لكن الحاجات التانيه ما اعتقدش ان انتوا تستخدموها قوي. وطبعا مش لازم تحفظوها، اي حاجه انتوا بتحتاجوها منهم الانتيتيز بنيجي هنا وبندور عليها. تمام، يبقى كده احنا اخدنا اول جزء في المحاضره اللي هي الانتيتيز. تاني جزء برضه هناخدها اللي هو الفورم. طب يعني ايه فورم اصلا؟ الفورم اللي هي عارفين انتوا لما مثلا تيجوا تعملوا كونتاكت اس، يعني مثلا هوريكم الموقع بتاعنا. الموقع بتاعنا لما تيجوا تخشوا على كونتاكت اس هتلاقوا في فورم هنا. ده شكل الفورم. هنا بدخل الايميل بتاعي، هنا بدخل الموبايل، هنا بعمل سيلكت، وهنا بدخل المسج. ده شكل الفورم، فدي اسمها فورم. بعملها ازاي؟ اول حاجه زي ما هنشوف دلوقتي، احنا عندنا حاجه اسمها اكواد الانبوت. احنا هننزل تحت، هنعمل فورم. الفورم دي بتاخد اكشن اللي هو بروسيس او اتريبيوت. بتاخد نوعين، حاجه اسمها جيت وحاجه اسمها بوست. دول هل لينا علاقه بيهم دلوقتي؟ لا. لو حد حابب بعد كده يتجه للباك اند هيستفاد منها جدا.
دلوقتي انا طبعا هنا مقترح لي حاجه انا هعملها، بس انا مش عايز اعمل، ممكن استخدمها او خلينا نكتب احنا كود بنفسنا. دلوقتي زي ما انتم شايفين هنا، مثلا لو جينا عايز اعمل الفيرست نيم دي كاسم للانبوت، او اللي هو وحده اللي هي الادخال اللي هنا، عايز افهم الشخص اللي قدامي ان هنا هتكتب مثلا اسمك الاولاني، هنا هتكتب اسمك الثاني. فانا هاجي مثلا اقول له الفيرست نيم هل هكتبها جوه باراجراف او اتش 1 او الكلام ده؟ لا، باجي اكتبها جوه حاجه اسمها ليبل، اللي هو العنوان. الليبل ده مثلا مالناش دعوه بيه، سيبها خالص. هنكتب هنا الفيرست نيم او مثلا يور نيم، نيم. يبقى المفروض تحت الليبل هكتب الانبوت الخاص بالنيم زي ما هو عملني هنا. بكتب الانبوت الخاص بالنيم اللي هو انبوت، ما بتتقفلش زي ما انتم شايفين، دي بتتقفل، لكن الانبوت ما بتتقفلش، هي بتبقى مفتوحه هي واحده بس. بعمل نوعها ايه؟ انا هكتب جوه هنا ايه الحاجه اللي هكتبها؟ هل نص، هل رقم، هل تاريخ؟ فانا بقول له هكتب نص. ليه؟ لان النيم بيبقى نص، فهقول له النيم تكست. نيم تاني دي تبع قاعده بيانات مالناش دعوه بيها دلوقتي. في حاجه اسمها بليس هولدر. بليس هولدر يعني هتلاقوا انتوا عارفين، انتوا لما بتيجوا تكتبوا في الفورم بتلاقي مكتوب الكلام بالرصاصي انتر يور نيم، ولما تيجي تدوس على الكلام بالرصاصي ده، الكلام بالرصاصي ده بيختفي. يعني هيبقى كده اهو. هنا النيم انتر يور نيم، لما اجي بدوس عليه واجي اي اكتب اي اسم كده، الكلام اللي تحت اختفى. هو بس بيبين للشخص ان انت هنا هتكتب اسمك. طب انا لو عايز اعمل باسورد، ليبل، امسح الفورم واكتب هنا باسورد. يبقى هل الانبوت دي هتبقى نفس الحاجه؟ لا، الانبوت دي هتاخد نوع باسورد زي ما احنا هنا عارفين. ليه اديناها باسورد مع ان احنا ممكن نكتبها تكست عادي؟ يعني ممكن تلاقوا كلمه السر مثلا مينا رمسيس مثلا، دي كلمه سر، بس طبعا كلمه سر ضعيفه جدا. انا هعملها باسورد. ليه؟ لان انا لما باجي ادخل البيانات بيجي لي النقط السوداء، محدش يشوف انا مدخل ايه. لو حد قاعد جنبي مثلا وجيت دخلت كلمه سر، فكلمه السر دي محدش يشوفها. وطبعا بديها بليس هولدر انتر يور باسورد. فباجي هنا اعمل ريفرش اهو، الباسورد انتر يور باسورد. طبعا لو انا عايز انزلها سطر زي ما احنا كنا متفقين، بنعمل بي ار، اجي اعمل هنا ريفرش اهو. هنا انا عامل النيم، هنا النيم باسورد، هنا هكتب مثلا اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين. النقط، النقط السوداء. حلو. كتبت ارقام، كتبت رموز، كتبت اي حاجه هو بيفهم. يبقى انا كده عندي نيم وباسورد. هل انا عندي انواع تانية من الفورم؟ ياه، عندي كتير. طب زي ايه؟ انا كاتب لكم جزء من الفورمز هنا. عندنا التكست زي ما قلنا، عندنا الايميل، التايب ايميل، وده لازم يعني ياخد ايميل اللي هو لازم يكون بيتكتب اللي هي مثلا جيميل دوت كوم، ياهو دوت كوم. لازم يكون في في باسورد، في نمبر. مثلا عارفين انتوا النمبر اللي بيقول لك اقل حاجه تحط رقم هنا واحد، اكتر حاجه تحط 10، ما ينفعش تزود عن 10. في تاريخ، في وقت، في لون، في فايل. لما تيجوا ترفعوا الفايل زي ما انا كنت بخليكم ترفعوا الفايل على جوجل فورم، ان انتوا تحطوا تكليف وترفعوه، في نفس الفكره. فدي في انواع تانية من الفورم، بس انا حاطط لكم الحاجات اللي مشهوره. يعني في مثلا، في حاجه برضو ممكن نحطها هنا. مثلا انا دلوقتي ممكن ادخل الاسم وما ادخلش الباسورد عن طريق الكلام اللي انا كتبته. طب انا لو عايز اخلي الشخص يدخل الاسم والباسورد، لازم اجباري. هنيجي هنا في الاخر ونحط ريكوايرد اهي، يعني اجباري لازم تدخله. تمام. دلوقتي مثلا انا عايز اعمل اللي هو زرار السبميت. في حد بعت حاجه؟ هو الباسورد مجرد بس ما اختار كانون الفورم بيعمل اللي بيدخل مخفي. بالظبط، لازم نعمل التايب بتاعها باسورد
عشان الكلام اللي يخش فيها يظهر كلام مخفي. تمام. تمام. في بقى اللي هو الزراير اللي احنا بنعملها سبميت والكلام من ده، عشان لما بنيجي مثلا ندوس ان احنا عايزين نبعت البيانات اللي احنا دخلناها. انا لما جيت دخلت مثلا الاسم وما دخلتش الباسورد، لما هاجي هبعت البيانات مش هيرضى يبعتها. ليه؟ لان انا عامل ده ريكوايرد وده ريكوايرد. هيجي عند كلمه الباسورد يقول لك دخل الباسورد بتاعك. ما ينفعش تعمل مثلا سبميت او تسجيل من غير ما تدخل الباسورد. وهكذا لو انا دخلت الباسورد من غير ما اسجل النيم لازم برضو اسجل النيم، لان انا عاملها ريكواير. في حاجات احنا بنعملها ريكواير، في حاجات احنا ما بنعملهاش ريكواير. يعني مثلا واحد بيبعت رساله، هل مش هل انا هديله لازم ان هو يكتب رساله؟ لا، ما ممكن يكون بيسجل بيانات عادي. يعني ممكن المسج نخليها مسج عاديه لكن ما نخليهوش مثلا يبعت رساله. تمام. فدي كلها موجوده في الانواع موجوده والكلام ده كله. في قائمه اختيارات برضو نوع من انواع الادخال. مثلا لو عايز مدينه بنعمل سيلكت نيم والاسم السيتي اللي هو المدينه. بعد كده بنخليها اوبشن. مثلا انا في عندنا آه زي مثلا موقع خاص بالوظائف، انا عايز اعمل فلتر للوظائف. عندي وظائف في اسكندريه وفي القاهره واسوان ومش عارف فين وهكذا. فانا عندي هاجي اختار، انا مثلا ساكن في اسكندريه، هاجي هختار من ضمن الاوبشن اللي موجوده الاختيارات عندي القاهره واسكندريه واسوان. لا، انا من اسكندريه هختار اسكندريه، فهتيجي على اسكندريه. فدي حاجه ممكن تختار كذا حاجه، يعني جواها بيبقى فيه كذا اختيار. في حاجه اسمها الراديو، اللي هو لو مثلا ذكر او انثى هتلاقوا علامه الدايره، ولما بندوس عليها بيعمل لنا، يعني لازم تختار حاجه واحده من الاثنين، ما ينفعش تختار الاثنين. لكن الاختيار المتعدد اللي هو التشيك بوكس. التشيك بوكس ده مثلا لو انا عايز، مثلا انت دلوقتي بتقدم في مجموعه كورسات، انا مثلا هختار ال HTML، هختار ال CSS، هختار جافا سكريبت، او هختار HTML و CSS هكذا. فدي بتبقى علامه مربع وجواها علامه صح ازرق. في بقى لو عايز اعمل مربع بتاع نص كبير هكتب فيه مسج، هتبقى اسمها التكست اريا. الليبل ده اللي احنا قلنا عليه، اللي هو مثلا هكتب مثلا الايميل، يبقى ده البريد. عندنا 3 انواع من الزراير هناخدهم دلوقتي. زرار اسمه سبميت، زرار اسمه ريسيت، وزرار اسمه بوتون. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ لما باجي بعمل البوتون سبميت ده بيبعت البيانات، لكن لما انا باجي اعمل ريسيت، يعني لو كنت مدخل ايميل وباسورد ويوزر نيم وادي ادوس على الريسيت، هيمسح هو الكلام ده كله ويقول لك عيد من الاول من غير بقى ما انت تمسح كل واحده فيهم. لكن لما يقول لك البوتون تايب بوتون اللي هو زرار عادي، يعني مثلا ممكن انا ادوس على الزرار ده هيدخلني مثلا، هيعمل لي اكشن معين. ادوس على الزرار ده مثلا يجيب لي ارقام معينه، ادوس على الزرار من ده يجيب لي حاجه معينه، فده اكشن. يبقى احنا كده عرفنا ان الزرار بيبقى ليه 3 انواع، حاجه اسمها سبميت، وحاجه اسمها ريسيت، وحاجه اسمها بوتون. طبعا زي ما احنا عارفين الزرار بالانجليزي اسمه بوتون، يبقى الكود بتاعه بوتون اهو. وهنا طبعا بنعمل سبميت، او على حسب برضو نيجي هنا التايب اهو. ال3 انواع اللي احنا قلناها بوتون ريسيت سبميت. انا اختار سبميت واجي هنا اعمل سبميت. تمام. طبعا انا دلوقتي لما جيت هاجي اكتب بالاسم واكتب الباسورد وادوس سبميت مش هيعمل سبميت، او هيعمل لك كشكل بس سبميت. طب كفعليا انت ما عندكش قاعده بيانات رابط بيها الفورم دي عشان البيانات دي تروح لها. يعني احنا لو جينا رجعنا كده دلوقتي للشكل اهو، انا عندي هنا سبميت. بصوا لو جيت قبل ما ادخل النيم والباسورد وجيت قلت سبميت ابعت لي، بيقول لك الاول املى البيانات دي وبعد كده اعمل سبميت. فانا لازم مثلا هكتب مينا، اروح مدخل الباسورد اي حاجه اعمل سبميت. كده راح. هل في حاجه راحت بقى؟ راحت فين؟ لا مفيش، هو كشكل بس. تمام. هنا لما جيت انتوا خدتوا بالكم ان انا مثلا هاجي اكتب مينا واعمل سبميت مش هيرضى، لازم اخلي الباسورد. ونفس الحكايه لو مسحت مينا وجيت عملت الرقم
وعملت سبميت هيقول لك دخل النيم. فدي فايده ريكوايرد، اللي هي دي الحاجه دي مطلوبه. تمام. وعندنا البوتومز الثانيه اللي هي الريسيت، قلنا لما بندوس عليها بيمسح لنا النيم اللي احنا دخلناه والباسورد اللي احنا دخلناه، ويقول لك دخل بقى من الاول وجديد. انا عملت لك اعاده ضبط. تمام. فدي كانت الفورم والبوتومز. دي كانت المحاضره الثالثه، فاضل بس فيها الجداول. الجداول عشان ناخدها، هي في ناس كتير بتحس انها صعبه، لكن هي مش صعبه. احنا طبعا جدول بالانجليزي اسمه تيبل، فيبقى الجدول الكود بتاعه تيبل بسيطه يعني. انا جواه عايز اعمل روز، واللي هي الحاجات بقى الاساسيه والكلام من ده. عندي كذا حاجه. عندي مثلا دلوقتي التي دي، يعني الحاجات دي. التي دي السيل ذات نفسها بتاعت الخليه بتاعت الجدول. يعني الخليه بتاعتي تي اتش ده الهيد اللي هو العنوان. عارفين انتوا الاكسل لما بتيجوا تعملوا جدول، هوريكم الاكسل بتاع الحضور والغياب والكلام من ده اهو. ده لو جينا طلعنا فوق هتلاقوا هنا الاسم، رقم التليفون، الكليه، التكليف، الحضور، ده كله اسمه الهيد. الهيد بتاع الجدول. ودول السل اللي هي خلايا. كل سل بيبقى فيها بيانات جواها. تمام. فدي الحاجه اللي احنا بنعملها، نفس الفكره احنا بنعملها في الجدول بتاع البرمجه، نفس الفكره بالظبط. تمام. فانا عندي مثلا التيبل هب عايز احط فيها خلايا مثلا في الاول، او احط مثلا نبدا واحده واحده. التي ار اللي هي الرو الاولاني هنحط مثلا الفيرست نيم لاست نيم ايج. لما نيجي نشوف دلوقتي دي عن الهيد اللي هي الحاجات الرئيسيه. طبعا هو ما رسمش جدول اللي هي بوردرز وكلام من ده. هنا وراني ان ده فيرست نيم، ده لاست نيم، ده ايج. لو انا عايز ادخل بقى بيانات جواه، هاجي هعمل كده، وهعمل نفس الحكايه تي ار اللي هي الروز، وهعمل مثلا هدخل انا البيانات. خلينا هنا مثلا، يبقى انا دخلت البيان الاول جون للفيرست نيم، دوي ده لللاست نيم، الايج دخلت له 25. ما ينفعش ادخل ال 25 الاول والدوي الثاني وهكذا، لا لازم ادخل البيانات بالترتيب. فلما نيجي نعمل هنا اهو جون ودو و25. ممكن بقى تعملوا كذا حاجه، تدخلوا كذا سل تحت. تمام. ممكن برضو نعمل ايه تاني. هو هنا هيدخل بيانات حد تاني، كل بيانات بتاع شخص او كل ثلاثه. يعني زي ما هنا عندنا الهيدنجز اللي هي فيرست نيم لاست نيم ايج، كل واحده بيبقى عمل لها تي ار لوحدها. يعني التي ار بتاع جون ده 25 سنه، ده اتعملناه لوحده. عندنا بيانات تانية عايزين نضيفها، اهي التي ار بتاعت البيانات التانية، وهكذا كل بيانات عايزين نضيفها بنزود بقى الثالث. يعني هتلاقي ميري ده فيرست نيم، موا لاست نيم 30 اللي هو الايج، كلهم جنب بعض اهو. ميري موا 30. يبقى كده احنا عرفنا الجدول بيتعمل ازاي، وهنا مشروحه بشكل احسن ومبسط. عايز اوريها في اهو. ده الجدول بيبقى عامل ازاي، ده اللي هي الكومباني والكونتاكت والكونتري، دول الهيدنجز تي اتش. تمام. ودول بنعمل تي ار، وجوه التي ار دول بنعمل اللي هي التي تي اللي هي البيانات اللي هي بتبقى موجوده جواها. زي ما انتم شايفين، او ده بيبقى شكل التيبل. ده نفس التيبل اللي بيبقى موجود فوق. يعني ده نفس التيبل المعمول فوق. حلو. في حاجات تانية برضو هنا بيعلمك برضو ازاي تعملها من التي دي. بس ايه الفرق بين التي دي والتي ار، الكلام ده كله. التيبل ما اعتقدش ان انتوا بتستخدموه كتير في المواقع، قليل جدا لما نستخدمه. هنا برضو كاتب لك الحاجات اللي هي التيبل ده الديفاين بتاع الجدول. التي اتش ده الهيدر، التي ار ده الرو، ده العنوان بتاع الجدول، الرو اللي هو الصف، العمود. التي دي ده بالسل. تمام.
والكابشن والكولم، الكود جروب والتي هيد والتي بودي والتي فوتر. تمام. وهنا برضو لو عايزين نعمل بوردر اللي هي نضيف بقى الشكل ده عن طريق السي اس اس، ده بعدين مش في الكورس ده. دي كانت لغة ال HTML احنا خدنا فيها المحاضرة الأولى والثانية والثالثة. دي كانت المحاضرة الأولى والثانية والثالثة. دلوقتي عشان نبقى عايز أوريكم بس حاجة عملي هناخدها، وبعد كده عايز أوريكم بس المراجع الأول بتاعت اللغة. يعني دي المحاضرة الثالثة خلصناها، هي ما كانش فيها حاجة صعبة. المحاضرة الرابعة نصايح مهمة جدا لازم نتعلمها، وفي مراجع مهمة جدا، وحاجة اسمها الرود ماب هشرح لكم دلوقتي هي ايه. هنشرح الحاجات الأساسية دلوقتي في الكورس اللي هي النصايح والكلام من ده، وبعد كده هنخش على التطبيق. في صورة كده هوريها لكم، هقول لكم انا جبتها منين كتطبيق لل HTML كده المفروض ان انتوا بتطبقوا على ال HTML بعد ما بتخلصوا. فعندنا دلوقتي من النصايح المهمة جدا لأي حد بيحابب يخش مجال الويب. لازم أول حاجة ما خلصت كورس ال HTML مثلا وخلاص أنا كده بقيت بيرفكت في ال HTML، وأخش في اللي بعده من غير ما أطبق، من غير ما آخد وقت في ال HTML، من غير ما أقرأ عنه شوية، أدرب نفسي كلام من ده. فلازم قبل ما أخش في الويب اللي هو السي اس اس والجافا سكريبت لازم أتقن ال HTML كويس. ليه؟ لان احنا زي ما انتم فاكرين ال HTML كنا قلنا ان ده الهيكل بتاع الموقع. احنا لما بنيجي نعمل الهيكل بتاع الموقع بنعمله بال HTML، فده الاساس. بعد كده بيقول لك اهتم بالسيمانتكس، وبتهتموا طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا بنشتغل باللاي اوت بتاع ال HTML5 اللي هو الهيدر والفوتر والحاجات دي. بنهتم بالكلين كود، بنهتم بالكتابه بتاعت الكود. في ناس كانوا عاملين تكليف وكانوا في غلطه في الكود، وبس ما لما جم عملوا يشوفوا هل الغلطه واضحه ولا لا، أو يعني هو ما جابلاش ان في غلطه. يعني مثلا انا عملت غلطه في الكود وجيت عملت في الشكل والشكل ما تاثرش بالغلطه. ف... فكنت براجع التكليف فبقول للشخص ده خلي بالك انت عندك الحته دي غلط. قال لي بس الكود شغال. تمام. فهو ما فيش حاجه اسمها الكود شغال انا عندي حاجه غلط بس الكود شغال فكده انا تمام. لا، انا لازم افهم كل حاجه، لازم اكون كاتب كل كود صح حتى لو الكود شغال. في حاجه اسمها كلين كود، في سيمانتكس معينه، في حاجات ما ينفعش احنا نلعب فيها. يعني في طريقه، احنا في قواعد للغه احنا بنمشي بيها ما ينفعش نخالف القواعد دي. مش نقول لا ده كود شغال خلاص كده 100 100. لا، ما ينفعش الحته دي. فلازم نهتم بالجزء الاكواد احنا كاتبينها صح ولا لا. في حاجات، في ناس كانت متلخبطه في جزء التايتل، كانت واخده التايتل اللي فوق وحاطه كل الاكواد بتاعت الميتا يعني كده. وجينا انا نسيت اخد علامه الاصغر من، نمسح دي كده ونحط علامه الاصغر من هنا. حتى هو لوحده قال لي غلط اللي انت بتعمله. فهو كان عاملين كده، مثلا كان حاطط ال HTML5 فوق وساب وحاطط جوه التايتل. لو واخدين بالكم الميتا، الاكواد الميتا وبعد كده التايتل. فهل هو هيشتغل ماشي مفيش مشكله، بس هل هو كده صح؟ هل كده كتبت الكود صح؟ لا. ليه؟ لان انا المفروض ان انا بعمل التايتل كله مع بعضه. الميتا ما بتبقاش جوه حاجه، الميتا بتبقى جوه الهيد لكن مش جوه التايتل. وفي برضه كانت غلطات بتبقى في ناس عامله، مثلا كان في ايه، كان ديف مثلا، او مش فاكر كان باراجراف، كان في باراجراف. المفروض ان انت بتحط الباراجراف جوه الديف. انا حطيت الفتحه بتاعت الباراجراف جوه الديف والقفله بتاعت الباراجراف بعد ما قفلت الديف. لا ما ينفعش. هو هيشتغل انا ماشي مفيش مشكله، بس انت كده كاتب غلط، كود غلط. بعد كده لما تتعلم سي اس اس وتتعلم جافا سكريبت هتلاقي الدنيا باظت معاك. فاحنا لازم نتعلم كتابه الكود صح. تمام. فدي جزء مهم جدا، لقيتها في الاخطاء كتير. وفي حاجه ثانيه، نقرا الدوكيومنتيشن.
بمعنى ان انا زي ما انا وريتكم دلوقتي W3 سكول، نقرا في اللغه ذات نفسها الاكواد عامله ازاي، نقرا شويه في ال HTML. هي ال HTML سهله وكل حاجه، بس نقرا فيها، نعرف من كذا مصدر. يعني مش شرط ان انا خلاص انا اديتكم الكورس واديتكم PDF ان انتم ما تفتحوش حاجات ثانيه، لا. خش على النت دور. عندنا كود اكاديمي، عندنا فري كود كامب، عندنا ال MDN ويب دوكيومنت، W3 سكول. في مراجع كتير جدا تقدر تدرب نفسك عليها من الكود. ما تعتمدوش على الكود الجاهز، بمعنى ان انا في ناس لما كانت بتعمل التكليف بتقول لي انا ما بتظهرش عندي زي ما انت بتظهر عندك. يعني انا اكتب اول حرف في الكود ما بيرضاش يكمل، لكن عندك انت بتكمل. ماشي، عندي انا بكمل عشان انا بختصر وقت على نفسي. انا بقالي كتير، بقالي من 2022 انا واخد او 2021 كمان انا واخد ال HTML، فبقالي كتير وشغال بيها. لكن انت لسه جديد، ما تعتمدش على حاجه تكتب لك الكود جاهز. لا، اكتب الكود مره واثنين وثلاثه بايدك، تمام، لحد ما تتعود، لحد بقى ما تتعلم وتعمل مشاريع وكده هتلاقي الموضوع سهل معاك. كمل الكود بقى براحتك في الوقت، لكن في الاول ما تعتمدش على حاجه جاهزه. لا، اكتب الكود مره واثنين وثلاثه بايدك. هتقول لي بس كده هضيع وقت، اقول لك مش مشكله، بس هتتعلم، هتعرف انت غلطت فين وهتغلط. انا بقول لك اهو، ما حدش يفتكر ان هو ما حدش هيغلط. انا بغلط لحد دلوقتي، ان احنا بنغلط، احنا بنغلط وبنتعلم. المهم ان احنا لما نغلط نتعلم، مش لما اغلط اقول لا ده صعب ده مش عارف ايه وما كملش. انت كده ما اتعلمتش حاجه. لا، انت لازم تغلط عشان تتعلم. كل يوم حاول تدرب نفسك، حتى لو 20 دقيقه، 10 دقائق يا عم، مش لازم 20 دقيقه. بس المهم الحاجات اللي انت اخدتها تتعلمها. يعني في اعرف ناس صحابي بسبب الجيش، انهم في الجيش وكده، كانوا قبل الجيش ما شاء الله عليهم كانوا 100 100 بيعملوا مواقع وشغل وكلام من ده. دخل الجيش، طبعا مع الجيش هو ما بيرجعش البيت معهوش موبايل، معهوش ولا لابتوب والكلام ده كله، فنسي اصلا الكودينج. يعني نسي الكود ذات نفسه. تيجي دلوقتي بعد ما خلص الجيش بيقول لي يا عم انا مش قادر، مش عارف، انا نسيت كل حاجه، انا هبدا اتعلم من اول وجديد. انا طبيعي تنسى كل حاجه. هو حاجه مش بايده، بس انت طالما انت ما دربتش نفسك حتى لو في اليوم 10 دقائق انت هتنسى كل حاجه، تمام. فهو قلت له انت في الاول بس هتلاقي الموضوع معاك رخم، لكن بعد كده انت هتفتكر كل حاجه. فانتوا لازم بعد الكورس ال HTML او بعد اي كورس بتاخدوه لازم تطبقوا عليه. التطبيق اهم من الكورس. يعني ان انت تاخد كورس وما تطبقش بعدها، انت كده ما استفدتش حاجه. عشان كده احنا بنعمل التكاليف. لكن انت تطبق، انت تطبق على الحاجه اللي انت اخدتها، فده مهم جدا. اتعلم حاجه البحث. يعني دلوقتي بدل ما تيجي تخش مثلا على طول تسال حد، مثلا انا ومثلا واحد صاحبي، مثلا انا وعبد الرحمن اللي هو باشمهندس عبد الرحمن اللي معانا في الكورس، مثلا انا مش عارف حاجه، بدل ما اروح اسال باشمهندس عبد الرحمن على طول ايه الحاجه دي او الحاجه دي بتتعمل ازاي، لا اخش ابحث عن النت الاول. ليه؟ ما انا ممكن اسال باشمهندس عبد الرحمن يكون عارف الحاجه دي يديها لي اجابه على طول، لكن انا لما ابحث عليها ممكن اكون انا ببحث عن حاجه معينه واتعلم كذا حاجه معاها. فكده انا استفدت في البحث. فحاولوا تبحثوا عن الحاجه. هتاخد منكم وقت مفيش مشكله، بس انا مش لما اجي ابحث عن الحاجه هعرف انا جبت الحاجه دي منين. بعد كده لو احتجتها هتعلم حاجه جديده معاها. لكن احسن ما انت تروح تاخدها جاهزه من الشخص ذات نفسه، او تيجي تاخدها جاهزه من حاجه معينه. فانتوا تتعلموا تبحثوا، وبلاش بحث شات جي بي تي، تمام، لان شات جي بي تي بيديك الاجابه على طول، لكن برضه ما بيخليكش تبحث وتدور بنفسك. يعني اعتمد على جوجل في الحته دي. جوجل هيسوحك، بس صدقوني مع التسويحه بتاعت جوجل دي هتتعلموا، بدل مثلا انت كنت داخل تدور على حاجه ممكن تتعلم ثلاث اربع حاجات معاها. فدي حاجه حلوه جدا، هتنمي مهاره البحث عندك، وهتتعلم كذا حاجه. والوقت اللي انت هتستهلكه في تعلم لغه او الاستفاد من اللغه دي اقل من ان انت تاخد كل حاجه تدور عليها لوحدها. لان انت لما تيجي تبحث عن حاجه على كود مثلا ولقيت معاك كودين ثلاثه اتعلمتهم، فانت كده خلاص انت كده اتعلمت ثلاث او اربع اكواد مره واحده، مش كل مره هتتعلم لك كود، تمام. دي افضل المراجع اللي موجوده في ال HTML.
عندنا الام دي ان ويب دوكس دي اللي لما انا بقف على الكود في الفيجوال ستوديو كود بيدخلني عليها لو انا عايز اخش عليها. في الدبليو 3 سكولز ده مهم جدا بصراحه، من المواقع الممتازه. في فرونت اند مينيتور، فري كود كامب مهم جدا، كود اكاديمي، في برنامج حلو جدا ومن احلى البرامج اللي انا نزلتها قبل كده وكنت شغال عليها حلو، وحتى اتعلمت عليها ال HTML وال CSS والكلام ده، طبعا بمساعده مراجع تانية، بس هي فرقت معايا. فيها تطبيق عمل كتير، برنامج اسمه السولو ليرن. البرنامج ده بعد ما بتخلص الكورس بتاخد عليه شهاده، تمام، شهاده معتمده من البرنامج ذات نفسه. فالبرنامج اسمه السولو ليرن، هتخش عليه هتلاقيه موجود للاندرويد وهتلاقيه موجود على الموقع، اكيد موجود للايفون بس انا بصراحه ما جربتش لان انا ما عنديش ايفون. تمام. فدي كانت اهم المراجعه اللي عندنا. طب ايه الرود ماب ده؟ الرود ماب دلوقتي انا دلوقتي عايز اتخصص مثلا في مجال معين، عايز اخد اعرف هبدا منين وامشي ايه والكلام ده كله. انا دلوقتي لو رحت على جوجل كتبت رود ماب هيجي لي انت عايز تتعلم ايه وانا هديك خريطه كامله للمجال ده. بص بقى هنا، فرونت اند، باك اند، فول ستاك. فول ستاك اللي هو الفرونت والباك مع بعض، ديفلوبس، داتا اناليسيس. المجال اللي انت عايز تبدا فيه هتيجي تخش على رود ماب. انا مثلا عايز ابدا في الفرونت اند، هدوس على الفرونت اند، هيديك الحاجات اللي انت عايز تبدا فيها. طبعا بعد ما لا، انا عشان مسجل فيه وكنت لما كنت مهتم كنت بخش هنا وبعلم انا خلصت جزء، عارفه بحاجه بتشجعني يعني. انا خلصت جزء، بتيجي تختار تدوس عليها انا كده، تيجي هنا وتدوسوا اللي هو دون، انا كده خلصتها. خش في اللي بعده، هتلاقي هنا مع كل حاجه هو بيديها لك هتلاقي ريسورسز مجانيه اللي هي حاجات ببلاش تقدر تستفاد منها. يعني هنا مثلا 3 مقالات ببلاش وفي فيديو تتعلم منه. لكن انت لو عايز تدفع بقى فلوس في حاجات بريميوم. في بقى برضو لو انا عايز انزل ال HTML بص بقى، الرود ماب هنا لل HTML اللي هي في رود ماب مخصصه لل HTML بس. الكورسز اللي هتتعلمها ده ببلاش. في جايد اللي هو اللي هو بيعلمك خطوات، في فيديوهات ليه، تمام، في حاجات بتساعدك ان انت تفهم اللغه. ففي مع كل حاجه تقدر تشوف المرجع بتاعها. فرود ماب من المواقع الممتازه جدا. لان انت مثلا لو عايز تبدا في الفرونت اند كده، انا عرفت دنيتي ايه. خش الاول هتعلم حاجات الانترنت، تعلم بقى الحاجات دي، بعد كده خش على HTML. هتلاقوا عايزين تنزلوا الصوره دي وتفضل معاكم، هتدوسوا داونلود وهتنزل عندكم عادي، وتختاروا المكان اللي انتوا عايزين تنزلوها فيه وهتنزل عليه. تمام. في ايه تاني في عايزين ده كده، ده الرود ماب. ده كان الكورس بتاع بي ديفلوبرز. احنا دلوقتي فضلنا بس الجزء اللي هو العملي، هوريكم حاجه هنشتغل عليها. احنا مبسوطين جدا ان احنا كنا معاكم في الكورس ده وفخورين بيكم، وان شاء الله تكملوا وتحققوا بدايه قويه جدا وتكملوا في مجال الويب. مجال الويب من احلى المجالات اللي انتوا ممكن تشتغلوا فيها. شغلها موجود، محدش يقول لك ان الذكاء الاصطناعي هياخد المكان والكلام ده كله. الذكاء الاصطناعي هي اداه احنا بنستخدمها ان هي تساعدنا في حاجات معينه، لكن هي مش هتاخد مكانك. ده الفرق. طبعا احنا سايبين هنا لو حد عايز يتواصل معانا بخصوص كورسات، بخصوص اي استشاره احنا بنقدم استشارات مجانيه بخصوص اي حاجه. الموقع الرسمي بتاعنا صفحه الفيس، صفحه الانستجرام واللينكد ان، ودي طبعا قناه اليوتيوب اللي هيترفع عليها كل حاجه، وده الايميل بتاعنا. الشهادات طبعا زي ما قلت على الجروب ان الشهادات بعد الكورس باذن الله هناخد بس هنزل لكم الاسامي لو حد عايز يعدل اسمه. الشهاده بالعربي، هوريكم شكل الشهاده عشان لو حد عايز يخليه شهاده اسمه بالعربي عادي، عايز يخليه اسمه بالانجليزي مفيش مشكله. هننزل البوست على الفيسبوك هيكون فيه شهادات. بس عايزين منكم، عايزين نسمع رايكم في الفيسبوك، عايزين استفدتوا ايه من الكورس، عايزين ايه الحاجات اللي انتوا ناويين تشوفوها في الكورسات اللي جايه ما لقيتوهاش موجوده في الكورس ده، ايه تقييمكم للكورس بشكل عام. تمام. دلوقتي احنا هناخد حاجه بسيطه، هنبدا فيها من الاول تطبيق عملي كامل على الكورس اللي احنا خدناه. هوريكم احنا هنطبق عليه. انا بس عايز امسح ده وهوريكم انا هطبق على ايه. احنا كنت سايب لها صوره، طبعا ده همسحه. ده شكل الشهاده عموما.
الشهاده، فانتوا هي شهاده مكتوبه بالعربي، عايزين الاسم يتكتب عربي مفيش مشكله، عايزين الاسم يتكتب بالانجليزي مفيش مشكله. احنا هننزل كل واحد جنبه هو ليه شهاده ولا لا. طبعا هننزل اسماء الناس اللي ليهم شهاده وجنبهم خدوا خصم يا اما ال 50% يا اما ال 80%. احنا قلنا ان في ناس الخصم ال 50% كان ليها شروط وخصم 80% كان ليها شروط، وهنشوف على اساسها. تمام، فانتوا ده شكل الشهاده على حسب حابين الشهاده تكتب باللغه العربي او بالانجليزي. تمام، ده ان شاء الله بعد ما نخلص الكورس. دي الحاجه دلوقتي اللي احنا هنطبقها. طبعا زي ما انتم شايفين في حاجات بالازرق والاخضر والكلام ده كله مالناش دعوه بيه، ومالناش دعوه بخطوط ازاي نعملها نص خط، ده شغل السي اس اس. انا هشتغل بس اتش تي ام ال. تمام، هناخد الحاجات دي ك اتش تي ام ال بس، ده شكل كسي في كده بسيط يتعمل، هنعمله عن طريق ال HTML. دلوقتي هنيجي نطبق عليه. لو حد عايز يعمل حاجات زي دي هتلاقوه في رود ماب، يا رود ماب يا كود. تقريبا في رود ماب هتلاقوا الجزء اللي انت عايز تطبق عليه اللي هو براكتس. هتخش على التمارين هيجي لك كذا تمرين، بس ال HTML بس هتلاقي تمرين واحد اللي هو ده. لازم عشان تتعلم لازم هتخش التمارين اللي بعدها لازم يكون معاك لغة تانية زي CSS. تمام، فاحنا دلوقتي هناخد الصورة دي نخليها في الخلفية عشان نشوف احنا ايه الحاجات اللي احنا هنعملها. دلوقتي احنا عندنا هنا اكبر حاجة ايه؟ اليور نيم. فاليور نيم ده هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن ال H1. تمام، احنا هنكتب اسمنا اللي هو ال H1. دلوقتي انا لو جيت وعملت زي ما احنا بال HTML بقى هنكتب عادي. ده هكتب سي في مثلا اوف مينا مثلا يعني. هنيجي عند البادي بقى دلوقتي. احنا دلوقتي هنسيب الميتا زي ما هم، مش هنختلف لان ده السي في عادي. عايز اعمل في الاول بعد البادي، احنا اتفقنا ان احنا كل حاجه هنكتبها هتتكتب جوه البادي، طبعا جوه ال HTML ذات نفسه. تمام، فانا اول حاجه قلت هعملها لو جينا رجعنا للشكل، احنا هنلاقي هنا ان اول حاجه او اكبر حاجه لازم تكون باينه في السي في الاسم بتاعنا. يبقى قلنا اكبر عنوان فرعي بيبقى في الصفحه اللي هو احنا قلنا دي ست انواع. فاكبر واحد اللي هو الاتش 1، اصغر واحد الاتش 6. فانا هستخدم الاتش 1. هكتب بقى مينا رمسيس. حلو، هنزل بقى تحت. أه هاجي عند الجزء ده المسمى الوظيفي جونيور فرونت اند ديفلوبر. ده انا ممكن اعمله بايه؟ ممكن اعمله ب اتش مثلا 3 اللي هو العنوان برضو فرعي، يعني ده العنوان الفرعي بتاعي. يعني انا اسمي مينا رمسيس، ايه العنوان او المسمى الوظيفي بتاعي؟ فانا هخليه مثلا جونيور فرونت اند ديفلوبر او سينيور فرونت اند ديفلوبر. هو في حد تقريبا بعت حاجه على الشات؟ العفو، اتمنى ان الكورس يكون عجبكم. مفيش حاجه ظاهره عندك؟ هقفل الشير وهفتح، هقفل بس على الشير، شير سكرين وهفتحه تاني. يعني دلوقتي كده انا عملت شير تاني. حد شايف اللي شايف بس ياكد عليها في الشات، اللي مش شايف يقول لي عشان اقفله وافتحه تاني. تمام، اه كده تمام تمام، مفيش مشكله. آه تمام يا من. نرجع تاني للكود. احنا زي ما قلنا ان احنا بنعمل زي الشكل ده بالظبط، هنطبق عليه. قلنا ان احنا بنكتب الاكواد بتاعتنا عادي، بنعمل اللي هو الدوك تايب اتش تي ام ال، وبعد كده الاتش تي ام ال وهيد، ونكتب الميتا والتايتل والكلام ده، ونيجي عند جزء البادي بقى. احنا قلنا ان الاسم لازم يكون اكبر حاجه ظاهره. فاحنا اكبر حاجه ظاهره اللي هي ايه؟ اللي هو اسمي انا. فاسمي انا بيبقى اتش 1. احنا قلنا ان العنوان بيبقى ليه 6 انواع من اتش 1 ل اتش 6. قلنا اكبر واحد الاتش 1، اصغر واحد الاتش 6. تمام، فانا اسمي اكيد مش هكتبه اتش 6،
يعني اكبر حاجه في السي في، واسمي ده اللي هو العلامه المميزه في السي في، هل هينفع اكتبه اتش 6؟ لا، هكتبه اتش 1 كاكبر حاجه. فانا هعمله الاتش 1 مينا رمسيس. فانا عندي عنوان تاني بس عنوان فرعي بقى اصغر، اللي هو مينا رمسيس ده ايه بقى المسمى الوظيفي بتاعه؟ جونيور فرونت اند ديفلوبر ولا سينيور؟ يعني هو مثلا شغلته ايه؟ طبعا جونيور اللي هو لسه حد مبتدئ، سينيور يعني حد عنده خبره. فانا ممكن اكتبها اصلا ويب ديفلوبر عادي على طول، مش لازم جونيور والكلام ده كله. ويب ديفلوبر، فرونت اند وباك اند والجزئيه دي. لو جينا رجعنا هنا اللي هي جونيور فرونت اند ديفلوبر، فرونت اند ديفلوبر يعني الناس اللي هي متخصصه في الواجهه بتاعت الموقع بس، HTML CSS جافا سكريبت والفريم وركس اللي هي رياكت فيو جي اس كلام من ده. لكن الباك اند ده اللي متخصص بقى بالسيرفر بتاع الموقع اللي هو PHP بايثون والكلام ده. ويب ديفلوبرز يعني بيشتغل الاثنين، فانا بشتغل الاثنين، انا بشتغل فرونت وبشتغل باك، يعني انا بربط الاثنين ببعض، وطبعا قواعد بيانات. فده الفرق ما بين الاثنين. المهم دلوقتي نيجي نكمل. دلوقتي انا خلصت العنوان والمسمى الوظيفي، عايز اخش بقى على الجزء ده هكتبه ازاي؟ اول حاجه احنا عندنا هنا مسافه ما بين دي ودي ودي ودي. يبقى هل انا بدل ما اعمل كل واحده جوه باراجراف، يعني مثلا اكتب دي في باراجراف ودي في باراجراف ودي في باراجراف ودي في باراجراف؟ ليه؟ لان احنا قلنا ان انا لو عملت باراجراف واحد وكتبت الكلام وبعد كده نزلت سطر انا من عندي مش هيتنفذ، لان فيجوال ستوديو كود ما بيفهمش الكلام ده. عشان ينزل لازم PR. فبدل ما انا اعمل 4 باراجراف واكتب كل باراجراف جوه حاجه يعني، لا انا هخلي مثلا باراجراف واحد واعمل PR وانزل السطر اللي بعده. احنا ممكن هنا بدل ما نخليها بي نخليها H3، هتبقى افضل. لو جينا رجعنا دلوقتي H3 كده هيبقى افضل. هننزل تحت. دلوقتي انا هكتب بقى باراجراف، اجي اعمل باراجراف وانزل تحت. انا مثلا هكتب 1 2 3 زي ما هو كاتب يور ستريت اهو، هو حتى كملها لي وكتب PR. تمام. يبقى دي عشان لو انا جينا مسحت انا PR، جينا كتبنا تحت. في حد بيسأل؟ انا دلوقتي رجعت عملته H3. هو الافضل يتعمل H3 مش باراجراف، لان ده عنوان. تمام. فهنيجي تحت. انا دلوقتي مثلا، ولا جينا دلوقتي مثلا هكتب لها زي ما انا بقول لكم ان انا دلوقتي انا كتبت ده في سطر وده في سطر. مثلا هكتب هنا يور ستريت مثلا زي ما هو، او يور سيتي، مش عارف بقى هو كاتب ايه والكلام ده. يور سيتي يور كانتري. همسح ده بقى من هنا. دلوقتي انا مثلا ده انا حطيته في سطر وده حطيته في سطر. هاجي هنا اعمل ريفريش. بصوا هتلاقيه كله مكتوب في سطر واحد. لا انا مش عايز ده، انا عايز كل واحد في جزء زي ما هو عايز عامله هنا بالظبط. تمام. فدي لازم اعملها PR. فانا هاجي هنا اعمل PR، وهنا هعمل PR. طب ليه ما فهمش ان انا عايزهم كل واحد سطر مع ان انا دايس انتر؟ احنا قلنا ان الكتاب في الفيجوال ستوديو كود لما انا بدوس انتر هو ما بيعترفش بالانتر، لازم ادوس له PR اللي هو البريك لاين عشان ينزل سطر جديد. فانا مثلا عندي رقم التليفون بعد كده، آه، ده رقم التليفون. بعد كده هعمل PR. بعد كده في ايه تاني؟ بعد كده اللي هو الجيميل بتاعي. مين؟ كده انا خلصت الجزء بتاع اللي هو تاني حاجه. يعني بصوا اهو 1 2 3 ودي ورقم التليفون والجيميل. دلوقتي هو احنا خلصنا الجزء ده. انا مثلا عايز ابدا حاجه تانيه اللي هو السكيلز. السكيلز دي انا ممكن اختارها H2. ليه؟ لانها عنوان لحاجه معينه. السكيلز ده عنوان المهارات اللي عندي. فانا هاجي هنا واروح كاتب H2.
العنوان بتاع المهارات هتبقى سكيلز H2 سكيلز. حلو. هاجي بقى اكتب جوه السكيلز ده، يا اما عاملهم يو ال طبعا زي ما هو عامل، بس هنا في الشكل هو مش عاملهم، هو عاملهم باراجراف. تمام. فانا هعملهم باراجراف. انا مثلا اجي اكتب جوه الباراجراف مثلا HTML و CSS ومثلا جافا سكريبت مثلا، مش هكتر. وممكن برضو اكتب الحاجه اللي انا لسه واخدها امبارح، حصلت على اللي هو الTOT اللي هو شهاده المدرب الدولي المعتمد. تمام. فانا دي الحاجات مثلا اللي انا هكتبها، مش هنزود في السكيلز. عندي اكسبيرينس بعدها زي ما هو هنا كاتب، او education الاول. education اللي هو التعليم، انا اللي هو الحاجه اللي انا اللي هو الكليه، خريج كليه ايه والكلام من ده. انا هاجي هنا هعمل H2 برضو لان ده عنوان، واكتب education. تمام. واروح نازل تحت هعملها برضو باراجراف. هو هنا تقريبا عاملها باراجراف. اه هنا عاملها باراجراف، بس حاطط اسم الكليه الاول والديجري اللي هي جيد ولا الكلام ده كله، وبعد كده من سنه كام لكام، و... والحاجات اللي انت عملتها في الكليه. فانا هاجي اكتبها مثلا باراجراف. هكتب مثلا انا بكالوريوس. هو كان طالب ايه الاول؟ هو كان طالب سكول نيم واللوكيشن. يعني انا خريج كينج ماريوت اكاديمي، معهد عالي كينج ماريوت، كليه الاقرب الى قلبي. ممكن نعمل كي ام اي يونيفرسيتي. والديجري بكالوريوس. مش عارف هي بكالوريوس تقريبا كتب كده ولا لا، بس مش. بعد كده انا متخرج امتى؟ 2020 ل 2024. تمام. ونعمل PR. ايه الحاجات اللي انا اتعلمتها في الكليه؟ والله اتعلمت كتير، بس الحاجه اكتر حاجه اتعلمتها او الحاجه اللي انا اكتسبتها ان انا بقى عندي صحاب بعتبرهم اخواتي. فممكن اكتب making friends. معتذر على making، كتبت غلط. making friends. هو ليه بيكتب كلام لوحده؟ تمام كده انا خلصت الجزء بتاع الباراجراف ده. كده عندنا الجزء الثاني، قلنا الاكسبيرينس، وهعمله باراجراف. ولا هو عاملها هنا ايه؟ لا هنا عاملها، هنا عامل الاسم الشركه اللي انا اشتغلت فيها، وبعد كده اشتغلت ايه، وبعد كده من امتى لامتى، وبعد كده عملتها لسته. فهناخد بالنا من الجزئيه دي. يبقى احنا عندنا اسم الشركه اللي انا اشتغلت فيها هو عاملها كلون، ممكن نخليها H3 قصدي، لان عنوان اسم الشركه. فممكن هنكتب مثلا مي ديفلوبرز. هي مش شركه، هو تيم بس ماشي. مي ديفلوبرز. في مثلا اشتغلت ايه فيها، هو عامل كده. هنشتغل فاوندر، يعني مؤسس التيم، وطبعا ويب ديفلوبرز. خلينا كده. من سنة كام لكام بقى؟ هنعمل باراجراف من 2023 ل 2025، ودلوقتي هتبقى 2026 ان شاء الله بعد كام يوم. بعد كده ايه الحاجات اللي انا اللي احنا مثلا حققناها، او احنا بنقدم ايه او الكلام ده كله، او انا عندي اكسبيرينس فيه، هنعملها بالظبط. هنا ناخد بالنا. هنا هو نقط، طالما نقط يبقى ده UL ان اوردر ليست. لو اوردر ليست كان هيبقى 1 2 3، لكن ده ان اوردر ليست. فهنيجي هنا UL، ونيجي مثلا هنا مثلا نحط الويب واب مثلا، الحاجات دي كلها اللي انا الحاجات اللي انا شغال فيها. هو هنا سيستم مثلا، سيستم.
تمام. آه كده انا خلصت الجزء بتاع الاكسبيرينس. في اكسبيرينس تانية ممكن لو عايز تضيف بقى جزء الاكسبيرينس تاني، لو انا عايز اضيف مثلا مكان تاني اشتغلت فيه، انا هكتفي بواحد كفايه. هنزل على الجزء اللي تحته. في ايه تاني عندنا؟ هنا مش حاطط لانجوج زي ما فيجوال ستوديو كود اقترح. اكروس في انترنت، يعني اللينكات بتاعتي عن طريق اللينك. لو حد عايز يتواصل معايا عن طريق النت، لينك لينكد ان ولينك جيت هاب. جيت هاب عشان اوضح لكم هو عباره عن ايه. جيت هاب ده اداه بتاعت المبرمجين. انا مثلا عملت موقع وعايز اوري الناس شغل الموقع بتاعي، برفعه على جيت هاب. جيت هاب بيتيح لك كفرونت اند بس، يعني بيتيح لك الاكواد فرونت اند تشوفها كشكل موقع. لكن الموقع ده ما مش يعني اجيبها لكم ازاي. ما بيديش مصداقيه للعميل، ولكن ده بيوري بس شغلك للناس. يعني انت رحت تقدم في شركه، فعايز بيقول لك انا عايز اشوف البروفايل بتاع الجيت هاب بتاعك. فانت بتوري له الجيت هاب. الجيت هاب ده بيبقى عليه الاكواد واضحه، يعني كتابه الاكواد انت اللي كاتبها. كاتب الاكواد ازاي وشكل الكود ازاي. ده لما انت بتعمله بابليك اي حد من الناس تشوفه. لو انت عملته برايفت طبعا ما حدش يقدر يوصل للاكواد دي غيرك انت. تمام. فاحنا دلوقتي انا عايز اعمل له اكروس ذا انترنت. اكروس ذا انترنت دي هعملها اتش 2. متفقين ان كل عنوان عملناه اتش 2، فهاجي اعمل هنا اتش 2 اكروس ذا انترنت. يعني الحاجات اللي يعني انت على الانترنت بقى دنيتك ايه، هحطهم جوه الباراجراف. جوه الباراجراف ده مثلا ايوه زي ما هو كتب كده الجيت هاب، واروح كاتب مثلا اللينك بتاع الجيت هاب بتاعي، واروح كاتب لينك هنا جيت هاب. تقريبا مش ده، بس ماشي. هو خد مينا رمسيس 511 عشان نفس الجيميل وكده، بس عادي يعني احنا بنجرب. عندنا اللينكد ان. آه معلش النت هنا. اند لينكد ان حلو قوي كده. يبقى انا كده ضفت الجيت هاب واللينكد ان. هل في حاجه تانية هو كان ضايفها في آه هنا بيقول لك اد يور لينكد ان وجيت هاب بروفايل لينكس، يعني هنا بيقول لك ضيف اللينكد ان والجيت هاب بروفايل بتاعك بس. ده كان كده السي في اللي هو كان طالبه مننا، او الشكل اللي هو طالبه مننا. لو جينا عملنا ريفريش اهو. طبعا مينا رمسيس، ويب ديفلوبرز، وده الباراجراف سكيلز، الاديوكيشن اكسبيرينس المكان اللي اشتغلنا فيه، واكروس ذا انترنت طبعا الجيت هاب اهو، واللينكد ان اهو. هي طبعا اللينكات غلط اصلا، بس ماشي. المهم ان احنا جربنا صح. فده كان التطبيق العملي اللي كان موجود لل HTML بس اهو. طبعا الشكل ده هيظهر معانا امتى؟ هيظهر معانا لما احنا نستخدم ال CSS. فهو هنا طبعا مختار ال CSS عشان في حاجات الوان وكلام من ده، لكن احنا عملناه بال HTML بس لحد ما تاخدوا كورس في CSS. دي كانت المحاضرة بتاعت النهارده. أخدنا فيها المحاضرة الثالثة والرابعة مع بعض. خلصنا فيها ال HTML وطبقنا عليها. مبسوط جدا إن أنا كنت معاكم. لو في حد عنده أي سؤال يقدر يسأل دلوقتي. مش حد عنده أسئلة ولا إيه؟ هو الجيت هاب بنعمل فيه حساب زي الفيسبوك وكده. هو بيبقى شبه بس مش شبه الفيسبوك قوي يعني. هو بس بنرفع عليه أكواد وكده، لكن ما بنتكلمش مع ناس وكلام من ده. في رسائل بس مش يعني. بصوا انا هوريكم الشكل بتاعه، بس انا تقريبا مش مسجل دخول فيه. مس- مسجل دخول في الموبايل. مش عارف ادخل فيه ولا لا انا مسجل فيه. ده شكل الجيت هاب لما بتخش عليه. دي الحاجات اللي انا كنت رافعها فيه، الموقع اللي انا كنت رافعها فيه وكلام من ده. ده الداشبورد بتاعتي، لوحة التحكم بتاعتي، تاسكس بقى وكلام من ده. وهنا الريسبوندرز، وده الاكونت بتاعي. مش شبه الفيسبوك. انا مش عامل شير تقريبا.
انا مش عامل شيء. ده مؤاخذة. ده شكل الجيت هاب. بتكتبوا جيت هاب دوت كوم وبتعملوا حساب. ده شكل الجيت هاب بتاعي. لو عايزين تسالوا اي حاجه، شات جي بي تي 5 بيردوا عليك. طبعا جروك هنا مش مسموح لنا بيه. كلاود، جي بي تي 4 و4 او. طبعا 5 بس لا. ده ميني. لو بتسالوا عن اي حاجه هو بيساعدكم. طبعا لو عايزين تعملوا ابجريد بتدفعوا. كل حاجه بقت بفلوس. هنا بقى الحاجات دي كلها اللي انتوا نيو. مثلا لو عايز احط ارفع موقع جديد او حاجه جديده، بحط هنا الاسم والوصف بتاعه ايه. وهنا بشوف تشوز فيزيبيليتي لو انا مثلا عايز اوريه للناس، او انا عايزه برايفت. وبختار لو هو برايفت بختار مين الناس، بدي صلاحيه للناس اللي تقدر تشوفه. دي حاجه اسمها ريدمي. ملف بيبقى عباره عن الملف يعني في الديسكربشن بتاع الموقع. وبعد كده اعمل كرييت، وبعد كده برفع الملف وحوارات من دي. ده شكل الجيت هاب يعني. كان في حد بعت حاجه. ما ينفعش نعمل الالوان بالديف. ينفع. مش الالوان احنا بنستخدمها، احنا بنعمل مش بنعمل بيها الديف بس. احنا ممكن نعمل نستخدم الالوان مع الاتش ومع الديف ومع الباراجراف. اي حاجه احنا ممكن نستخدم فيها الالوان. مش شرط الديف بس. آه، الديف او سبان. مش شرط الديف او سبان. زي ما انا قلت لك انت بتعملي ممكن على الباراجراف، ممكن تلوني الباراجراف نفسه. برفع المشاريع بتاعتي عليه. ولو للمبرمجين بس. هو البرمجه بس. يعني اغلب الحاجات اللي انا شفتها برمجه. مفيش حاجه تقريبا، مفيش حد تاني بيرفع عليه. لكن الناس اللي عندهم ديزاين وكلام من ده، اللي هم شغالين في اللوجو والبوسترز والكلام من ده، في حاجه شبهها ليهم. اسمه باي هاندز تقريبا. بيرفعوا عليه الشغل بتاعهم. بس ده ملوش علاقه بيه. تمام. في حاجه تانية عايزين تسالوا فيها؟ تمام. قبل ما نطلع، الناس اللي حاضره كلها تسجل الحضور بتاعها. هتبعتوا زي المره اللي فاتت على الشات الاسامي. اللي يكتب اسمه يطلع. عشان احنا بنسجل الاسم من الشات. لو حد جه قال لي انا كنت حاضر بس انت مش اسمي مش متسجل والكلام ده. آم، ما هقول لك انت مش كاتب اسمك. محمد بركات رفع ايدك. اتفضل يا محمد. تقريبا هو رفع ايده خالص. باشمهندس يحيى وباشمهندس عبد الرحمن، خدوا سكرين من الاسماء اللي موجوده وابعتوها لي على الخاص عشان اسجل الاسماء.